إن المجتمعية كواقع منشأ، والتي هي فرضية أساسية في هذا الفصل، تعني أساساً خلق الإنسان وتكوينه. لا شك أننا لا نتغاضى عن مقدار المادة فيه وعن مدى التطور البيولوجي لديه، ونعي تماماً أنه تم البحث فيه كحقائق فيزيائية وكيميائية وبيولوجية، بالإضافة إلى أن العلوم الأنثروبولوجية والنفسية التي تبحث في الإنسان كذهنية ونوع تنتج المعاني اللازمة بشأنها ضمن مجالها. وثمة ما تعلمناه من العلوم بحالتها المشتتة والمجزأة رغم انتقاداتنا لها. أما تجديدنا على كون الواقع الاجتماعي يعني مستوى مختلف من الإدراك، فهو بدافع استيعاب الفوارق بين العلم المجتمعي والعلوم الأخرى بشكل أفضل، ذلك أنه وبدون وضع اليد على هذه الفوارق سوف نقع في نفس الخطأ الفادح الذي سقط فيه الوضعيون، ولن ننجو بالتالي من الإصابة بعدوى العلموية. أما حصيلة هذه الحالة المرضية فهي الإبادة العرقية المعاشة في عهد الحداثة الرأسمالية. أكررها ثانية، أن الإبادة العرقية هي الجرم الفادح الذي أذهل أدورنو لدرجة قوله أن كل السلوكيات الإلهية والبشرية تعجز عن إيضاح أسبابه، والذي آل به إلى نتيجة مفادها أن الحياة تأسست على منوال خاطئ. وانطلاقا من مسؤولية جميع وجهات النظر القائمة والقوالب الذهنية السائدة حيال جرم الإبادة، يشدد أدورنو على ضرورة رمي كافة الكتب في النار لتلتهمها. هذا ومن المهم تشخيص استحالة استذكار ضحايا التطهير العرقي خارج نطاق هذه المعاني. لكن الحياة العصرية أي الوضعية تعاند في رفض هذه الحقيقة، بل وتعتقد بإمكانية عيش الحياة الاجتماعية رغم كل هذه الإبادات العرقية. بتعبير آخر، يرتعد أدورنو ويتقوقع على ذاته ويموت قهرا حيال التجرؤ على ارتكاب هذه الجريمة التي يجب ألا تتواجد في أي كتاب، وبالتالي في أي ذهنية أو عقلية، دون السعي إلى القضاء عليها بركائزها الأولية. ما أسعى لترسيخه هنا هو تحويل منابع هذه الجرأة وأشكال تجاوزها المحتملة إلى قضية إشكالية، وإبداء مهاراتنا في الرد عليها وإيصالها إلى المعاني والممارسة، ذلك أنه لا مجال لغض النظر عن الحداثة المستمرة في وجودها والمؤدية طرديا إلى بروز البؤر المؤسساتية للإبادة العرقية.